قبل البدء بالفيديو أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم، بسم الله بديت وعلى النبي صليت. اليوم جبت لكم رانا عاد في سلسله تاع المربى. راني جبت لكم اليوم وصفه ان شاء الله تعجبكم، وصفه هايله، وصفه تاع قشور الدلاع. مع راكم تشوفوا رانا في فصل الصيف والدلاع راه كاتر. انا جبت لكم هذه الوصفه ان شاء الله تجربوها. راكم تشوفوا قدامي راه هنايا الدلاع، قشور تاع الدلاع فقط، كل الدلاع او داك القشور حنا كنا بكري نقيسوهم، دركا رانا كل حاجه نستغلوها في الدليعه وكنصيبوا هذاك القشور الخضراء ونستعملوها. كتشوفوا هنايا راه قدامي الدليع كيما راه كلينا الدليع، ومن بعد رانا هذا بكري كنا نقيسوه، دركا كنا نجربوه في وصفات اللي مالا، ولكن حاجه مليحه انك كل مره تجربي حاجه. هنا راه عندي كنقولوا حنايا دليعه متوسطه، ماشي كبيره ماشي صغيره، يعني متوسطه. واش رايحه ندير لها يعني رايحه نقطعها، وبالكميه اللي رايحه نغرف بها الدليع نتاعي، ديك الكميه اللي نقطعها رايحه نغرف بها داك السكر، يعني ندير عبار تاع الدليع مع عبار تاع السكر. واش راح نزيد معاه؟ راح نزيد معاه الليمون. هنا راكم تشوفوا رانا بدينا نحو في القشور تاع الدلع داك الخضر، نحو نخلوه غير البياض فقط، يعني ديك الخضوريه كاع تقلعيها، تخلي غير داك البياض نتاعه مع داك الاحمر، يكون باقي فيه شويه احمر. ولا كان عندك دليعه تكون صامطه، ديريها في السكر، ديريها في زعما دليعه تعابري، يعني تعابري غرفيه تعابري غرفيه بغرفيه، يعني غرفيه تاع السكر غرفيه تاع دليع، باش تجيك الكميه متساويه. بعد ما تنحي كاع القشور ديك الخضراء، واش راح ديري؟ راح تقطعي داك الدليع نتاعك، تقطعيه في السكر من هاد الطريقه كما راكم تشوفوا فيها. كاين اللي يبغي يبيته ليله كامله، وكاين اللي يخليه نقولوا حنا 4 ساعات فقط، يخليه ياخد يطلق داك الماء تاعه في داك السكر فقط. وكاين اللي يبغي يبيته، كل واحد كيفاه. راح ندير معكم سلسله تاع المربى، يعني كل مره نجيب لكم وصفه تاع وصفه من وصفات المربى، احسن مما تشريه من المحلات. واش راح ديروا الان؟ راح تخلطوا داك السكر مع داك الدليع، راح تخلطوا الكل مع بعض، وديروا معاه نصف ليمونه. كما قلت لكم كاين اللي يبغي يبيته ليله كامله، كاين اللي يبغي يخليه 4 ساعات فقط. من بعد راح تخلطي الكل مع بعض كما راكم تشوفوا من هذه الطريقه. راح تخلطي داك لو سكر، تخلطيه مع داك قشور الدليع، تخليه يشرب مليح، يعني تخليه كاع الماء تاعه يهود في داك السكر. من بعد من تشوفي باللي داك يعني الماء تاعه هود في السكر، واش راح ديري؟ راح تاخدي كيكوط، من الاحسن تاخدي كيكوط، وديري داك القشور تاع الدليع مع داك السكر. الا شتي هنا معلومه راح نزيدها لكم، الا شتي الماء ما طلقش بزاف في داك السكر ومع الدليع ما طلقش فيه الماء، زيدي نصف ريتله تاع الماء، ونقصي لها على الغاز، نقصي له وخليه يطيب على نار هاديه. من بعد قلت لكم تزيدي حبه تاع ليمون، راح تزيدي النصف الاول في المره الاولى، ومن بعد تزيدي النصف الثاني في المره الاخيره.
هي من الاحسن ديريه في كيكوط. انا درته في الطنجره، لكن قعد لي بزاف باش طاب. راح نقول لكم ديروه في كيكوط من الاحسن. هنا راه كان سمحوا لي خياتي، كان راح لي المقطع تاع اللي قطعت به كنقولوا حنا ميكسيت به داك الدليع، ميكسيته. هنا تبغي تميكسيه، تبغي تخليه حبات. بمناسبة هاد الكيسان هادو هدتهم لي صديقتي وحبيبتي واختي اللي نعزها بزاف. نعزها بزاف، نقولها ناديه راكي تشوفي في الكيسان تاوعك. نقولها راني توحشتك بزاف، وراكي تشوفيها ولا الكيسان تاوعك راني درت فيهم مربى تاع الدلع. من هذه المناسبه نهدي لها اهداء، نقولها ناديه اختي ربي يخليك وربي يحفظ لك وليداتك محمد وعبد النور وايضا حمزه، ونطلب لهم النجاح ثم النجاح ثم النجاح. وراك تشوفي الكيسان هادو اللي هديتيهم لي راني درت فيهم المربى تاع الدلع. راكي تشوفي راني قدامكم. هنا راك تشوفوا صفيته. المشكله صفيته وراني شتو واحد القشره تاع الدلع، يعني ديك الزريعه راح نحيها قدامكم. والله الا خرج الشباب زعما نتمنى انكم تجربوه وترجعوا عليا في لي كومونتير. نتمنى انك ناديه تكوني تجربي هذه الوصفه، لانها صراحه خرجت شابه، خرجت رائعه. ديريها لولادك، بعد ولادك راهم صارين لهم كيما ولادي كيبغوا الكونفيتير بزاف. ديريها لهم احسن من نشرو داك العلبه تاع الكونفيتير. سبحان الله والله ما تشد، تشريها تقولي فيها الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجه راهي غاليه. هاد المربى اللي كنا نشروه بارخص الثمن ولينا نشروه غالي. هنا راكم تشوفوا بشرى بنتي كتبغي تدخل، يعني تدخل روحها دائما في لي فيديو. راكم تشوفوا راهي تكحل زعما راني ماما راني نعاون فيك. نقول لكم بهذه المناسبه ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. ونبقى ما نقول لكم الى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله.